سمبوسة بحشوة البيتزا دي ألذ سمبوسة هتاكلوها في رمضان السنة دي وكل السنين اللي جاية. تعالوا أقول لكم بعملها ازاي. استخدمت ميكس الجبن شيدر وموتزاريلا وجبنة رومي، وحطيت عليهم شوية من الزيتون المتقطع قطع صغيرة وشوية من الفلفل الأخضر المتقطعين برضو قطع صغيرة، وحطيت شوية من البسطرمة متقطعة قطع صغيرة. تقدروا تستغنوا عنها، ممكن كمان تستبدلوها بتركي أو لانشون. عشان بقى الخليط ده كله يتماسك حطيت 3 4 كده معالق كبار من الجبنة الكريمي، أي نوع جبنة تفضّلوه، عملتهم mix مع بعض وكده الحشوة بقت جاهزة وشكلها كده زي ما أنتم شايفين. طريقة لفّي بقى للسمبوسة بتبقى سهلة أوي عشان يطلع معاكم مثلث مضبوط. باجيب طرف الشريحة من فوق على الناحية التانية وبعدين باتنيها تاني عشان يطلع معايا مثلث مفتوح كده، باحط الحشوة وبارجع تاني أقفّل المثلث ده لغاية ما يتقفّل معايا بكل سهولة. وبالنسبة بقى للطرف الأخير ده باحطه إما في الجيب المفتوح ده، يا إما باعمله بشوية دقيق على مَيّة، يعني باعمل عجينة خفيفة كده باقفّل بيها السمبوسة. بعد ما حشيت بقى كمية كويسة ممكن دلوقتي احطها في الفريزر بالشكل ده كده في اكياس تلاجة، وقت الاستخدام اخرجها على طول واقليها اما في الزيت او في الاير فراير. لقلي السمبوسة بنحتاج زيت سخن جدا، احنا مش محتاجين نسويها اصلا، احنا محتاجين بس ان هي تاخد لون وقرمشة، فلازم يكون الزيت ساخن جدا. دقيقتين بالظبط وخدت اللون الحلو ده، خرجتها على مصفى ستانلس، ما خرجتهاش على مناديل عشان تفضل كرانشي، وهتطلع معاكوا ألذ سمبوسة. استناكوا تجربوها بطريقتي وانجوي.